السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نتمنى إن شاء الله تكونوا لاباس وبصحة وعافية. الفيديو تاع اليوم لأخ فلسطيني ينصف الجزائر من أكذوبة تعرضت لها، نشرتها بعض الصفحات التي تختص بالفتنة ونشر المعلومات المغلوطة. قبل البدء في الفيديو دعونا نصلي على النبي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا، وأرجو الدعم بجعل كومنتار والاشتراك في القناة. اللهم انصر إخواننا في غزة الحبيبة. إليكم الفيديو. فترة عملت مسيرة مليونية في الجزائر، طلعت صفحات إخبارية ما بدنا نحكي من وين هذه الصفحات، بتقول لك إنه في سفينة باخرة إسرائيلية أجت تتزود في الغاز من شواطئ الجزائر، من موانئ الجزائر، من الجزائر راحت تشارجي الغاز. فهذه الصفحات ما لهاش أي مصدر، خبر ملوش أي مصدر، الناس طلعت تحكي فيه. كلامي للناس اللي بيحكوا هذا الخبر: الجزائر أشرف منك وأشرف من أهلك وأشرف من كل عيلتك، تمام؟ بتعرف لو الخبر هذا صحيح، لو الخبر هذا صحيح، الحكومة الجزائرية بتضلش في الحكم دقيقة واحدة، الشعب كله بيقلب. لو الخبر هذا صحيح، أنا قاعد بقول لك عايش في الجزائر، عشت في الجزائر وعارف كيف الشعب الجزائري تجاه إنه كيف دولة إسرائيل وكيف ما عندهم دولة. بس يعني بقول لك لو حكي السفينة الصح، الحكومة ما بتضل على الحكم في الجزائر. يا اللي بتحوس على التفاعل، انت اللي بتدور تطلع حسابك في الخبر هذا، حسبي الله ونعم الوكيل. وقت فتنة هلقيت جاي تنزل لي خبر زي هيك. وصلنا إلى نهاية الفيديو، نتمنى إن شاء الله يكون عجبكم، وإذا عجبكم ما تنسوش تدعموني بجعل كومنتار والاشتراك. إلى اللقاء في فيديو آخر يجمعني وإياكم.